نشرة أخبار الظهيرة نقدم لحضراتكم من الفضائية التالية أينما كنتم أيها السادة والسيدات. نحييكم والمستهل بأهم وأبرز العناوين. البلاد تحتفل بالمولد النبوي الشريف. بحث التنمية في الإقليم الأوسط. ورشة عمل لإبداع وابتكار الطلاب في إقليم عنسبة. طالبان تنفي اتفاقها مع أمريكا على مهلة لإنهاء الحرب. حرب التجارة بين واشنطن وبكين يعيق صدور بيان. قتلى في انفجار سيارة ملقومة في تكريت بالعراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. احتفلت البلاد اليوم 20 من نوفمبر الموافق 12 من ربيع الأول لعام 1440 هجريا بمولد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الاحتفال الذي جرى بأسمر في ساحة جامع الخلفاء الراشدين بحضور الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة ورجال الدين المسيحي، أوضح رئيس مجلس الأوقاف الإسلامي لمدينة أسمر السيد محمد سعيد بشير الأهمية التاريخية للمولد النبوي الشريف، مؤكدا بأن احتفال هذا العام بالمولد النبي يعتبر استثنائيا لمجيئه في هذه المرحلة الجديدة. بجانبه أوضح القائم بأعمال المفتي الإريتري الشيخ سالم إبراهيم المختار أن الشعب الإريتري يعيش هذه الأيام أفراحا متتالية بدأت بعقد مصالحة تاريخية مع دول الجوار ورفع الحظر الجائر الظالم عن كاهل الشعب الإريتري. وقال: الحق مهما توارى زمنا لا بد أن يعلو، والباطل مهما يرتفع فإنه لا محالة زائل. وحيا صمود وصبر وثبات الشعب الإريتري وحكومته. وشهدت المناسبة القصائد الشعرية والأناشيد الروحية التي تعكس المناسبة. بحثت إدارات الإقليم الأوسط في الاجتماعات التي عقدتها الدور المواطن لإنجاح برامج التنمية. وأوضح مدراء مديريات 4 سمراء وماي تمناي ووسط المدينة وعداق حموسة وبراديزة وقدايف مهام وسلطات المحاكم الأهلية وتنفيذ القوانين والمراسم ودور القوانين لبناء مواطن صالح. وذكروا عن إرسال أرضية لحصول المواطن على الخدمات العدلية عن قرب، داعين المجتمع عامة وأولياء الأمور خاصة لمواصلة تعزيز الوعي المتنامي لمكافحة الجريمة والمخالفات وتعزيز المشاركة المجتمعية للدفع ببرامج التنمية. وأكد المجتمعون على تقوية المشاركة لإنجاح البرامج الموضوعة. عقدت في مدينة حقات ورشة عمل يومي 14 و15 من نوفمبر للارتقاء بقدرات الطلاب الابتكارية والإبداعية وتنمية المواهب الفنية في إقليم عنسبة وضمان صحتهم. وقيمت الورشة التي شارك فيها مسؤولو التعليم في المديريات ومسؤولو الثقافة والرياضة والجهات المعنية مميزات وقصور أنشطة المدارس الثقافية والرياضية والصحية. وبحثت الورشة ضمان وتقوية حقوق الطفل وأهمية إقامة الأندية وأخلاقيات الطلاب والمعلمين وتأثير زواج القاصرات ونقص دورات المياه في المدارس، مشيرا إلى أن قلة معلمو الثقافة والرياضة والتجهيزات الرياضية من التحديات الأساسية للمدارس. وقالت مسؤولة الثقافة والرياضة والصحة في مكتب وزارة التعليم بإقليم عنسبة الأستاذة نجاة الأمين أن الأنشطة الجارية تحقق نتائج مرضية، داعية لتعزيز دور إدارات الضواحي للقيام باستثمار مجتمعي. وأوضح ممثل مكتب التعليم في الإقليم الأستاذ محمد عمر عبد الله أن النتائج المرجوة ترتكز على جهد المعلمين والمدراء ومتابعة أولياء الأمور. أفاد مكتب التعليم في الإقليم الجنوبي بأن نسبة النجاح لامتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2017-2018 زادت بنسبة 10% وازدياد عدد الممتحنين بنسبة 13%. وأوضح منسق امتحانات الشهادة المتوسطة الأستاذ أسمرم سيسينيوس في التقرير الذي قدمه في التقييم الذي أجراه المكتب في مندفرة عن جلوس 18314 طالب من 95 مدرسة متوسطة لامتحانات الشهادة المتوسطة، نجح منهم
57%، وأشار إلى أن جائزة عند ماسو التي تقدم للطلاب المتفوقين لتشجيعهم ساعدت لتحسين نتائج الامتحانات. من جانبها أوضح مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتس كيداني أن 19 مدرسة نجح طلابها بنسبة 90 إلى 100%، ويجب أن يكون ذلك مثالا يحتذى به للمدارس التي أظهرت ضعفا في النتائج. ودعا المعلمين والمشرفين التربويين لتقوية التنسيق لتحسين النتائج. وقال المدير العام لقسم التعليم العام السيد موسى حسين نائب في الكلمة التي ألقاها أن كفاءة وجهد المعلمين هام لتقوية العملية التعليمية، داعيا لتعزيز الجهد لتحسين النتائج الجيدة التي حققها الإقليم في امتحانات الشهادة الوطنية. عقد في مدينة نغفة سيمينار حول أهمية تقوية تنظيم الشباب العمال. وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد هيلة ولد برهان أوضاع البلاد الراهنة وسير البرامج التنموية وعملية السلام الإريترية والإثيوبية والاستقرار والتعاون القائم في منطقة القرن الأفريقي. وقال سيادتها أن الوحدة الوطنية التي نمت بثمن قال هي أساس وجودنا، موضحا بأن تحلي الشباب العمال بقيم مجتمعهم وتقوية صفوفهم والمساهمة للدفع ببرامج التنمية من المهام الآنية. من جانبها أوضح مسؤول الشؤون التنظيمية في مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بإقليم شمال البحر الأحمر السيد أحمد جعفر أهمية مشاركة جميع الشركاء لبناء شباب واع يعتز بتاريخه وهويته وثقافته وله ارتباط قوي بوطنه. وأكد المشاركون لبذل الجهد لإنجاح التنمية بالعمل التطبيقي. وقامت إدارة مديرية نغفة في المناسبة بتخريج 12 من أعضائها من دورة تدريبية مهنية. السادة والسيدات، إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية فلا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد. قالت حركة طالبان أن اجتماعا استمر 3 أيام مع المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان لتمهيد الطريق أمام إجراء محادثات سلام انتهى دون اتفاق. جاء ذلك بعد يوم من إعلان المبعوث عن مهلة تنتهي في أبريل 2019 لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ 17 عاما. وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن قادة الحركة اجتمعوا مع المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد في مقرهم السياسي في قطر الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الثانية خلال شهر. وأكد 3 مسؤولين من طالبان أن قادة الحركة لم يقبلوا أي مهلة حددتها الولايات المتحدة لإتمام المحادثات. وقال خليل زاد سابقا أنه يعمل في التوصل لاتفاق سلام مع الحركة قبل 20 من أبريل من العام المقبل، ويتزامن ذلك مع موعد إجراء انتخابات الرئاسة الأفغانية. ألقى الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة بظلاله على القمة الاقتصادية الآسيوية التي انتهت بدون صدور بيان ختام رسمي للزعماء لأول مرة. وقال بيتر أونيل رئيس بابوا قيني الجديدة أن البيان الختامي لمؤتمر قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي أبيك سيصدر في الأيام المقبلة. وشهدت القمة ظهور رؤى تنافسية حول المنطقة بين الولايات المتحدة والصين، وتخوض الدولتان حربا تجارية حامية خلال العام الحالي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة التعريف الجمركي على الواردات من الصين. وفي ختام هذه النشرة، في قلب حفرة ضخمة في الأرض خلفها منجم سابق تفتتح الصين فندقا فاخرا على أطراف مدينة شنغهاي يمنح ضيوفه الأثرياء فرصة لنوم عميق لكنه مكلف. وبني فندق انتركونتيننتال شنغهاي وندرلاند ذو 18 طابقا داخل حفرة، ويقع 16 طابقا تحت مستوى سطح الأرض، وتطل جميعها على ما تبقى من المحجر السابق، وفيما يقبع طابقان تحت الماء. وبدأ المشروع في عام 2006 فيما استهلت أعمال البناء في عام 2013، وبلغت تكلفة الفندق 288 مليون دولار، ويتراوح سعر الإقامة بين 530 إلى 860 دولار.
ووصف ممثل اليونسكو مايكل كروفت الفندق المكون من 336 غرفة بأنه نموذج للتنمية المستدامة. وصلنا إلى نقطة الختام، في أمان الله وحفظه. إعلان هام. تعلن الجالية الإريترية في مدينة جدة وضواحيها في المملكة العربية السعودية عن إقامة مهرجانها السنوي بالفترة من 21 وحتى 23 من نوفمبر الجاري، وستتضمن فعاليات المهرجان الآتي: الأربعاء 21 من نوفمبر من الساعة 8:30 مساء افتتاح المهرجان والفعاليات الثقافية والرياضية ومختلف المسابقات. الخميس 22 من نوفمبر من الساعة 8:30 مساء الحفل الفني الساهر. الجمعة 23 من نوفمبر سمينار هام يقدمه ضيف شرف المهرجان من 4 عصرا. الحفل الفني الساهر الثاني من 9 مساء. هذا وستحيي ليالي المهرجان فرقة فنية قادمة من أرض الوطن تتضمن الفنان تخلية كفل مريم والتخول، الفنانة فاطمة إبراهيم، الفنانة هيلين باولوس، الفنان صالح محمد. النصر للجماهير. اللجنة المنظمة لمهرجان مدينة جدة وضواحيها في المملكة العربية السعودية.